مش هسبك قوي لاني اللهم صل على النبي احسن. المكرونه كميه كبيره، وهنيجي هنا طبعا الصلصه خلاص كده. هنكسر ده شويه كده ونعملها وننزلها على. وهو ده الفرق بين المكرونه اللي احنا بنعملها. احنا بنحمر بصلايه، بنحمر بصل وبنحط عليه الصلصه، وهنا حمرنا البصلايه الاولانيه وحطينا عليها البصل متحمر، وحطينا في التوابل ملح وفلفل اسمر وكمون. تمام. هتاخد غاليه وبعدين يعني تغلي شويه عشان البصل ده يندمج جوه. هنغطيها عشان تتطرطش. تغطيها شويه كده وهسيبها، وبعدين نضيف المكرونه. بسم الله الرحمن الرحيم. دي الصلصه. هنعمل مكرونه بتاعت السيده زينب واللي بتتباع في الجيزه في شارع المحطه، اللي هي مشهوره جدا ان هي بتبقى التسبيكه بتاعتها حلوه كده وجميله. عملنا ايه؟ عملنا الصلصه اهي عادي، بصلتين صغيرين وطماطم، وحطيت ملح وفلفل وكمون، وعندي مكرونه قلم ومكرونه سباكيتي مسلوقين. تمام. لما تتسبك دي ان شاء الله هنقول هنعمل ايه. ومحمره بصل، يعني انا حمرت بصل اهو وغمقته شويه، سايباه يتهوى يعني. الحمد لله الكاميرا اتظبطت شويه، كانت صعبه قوي، عامله ضي اخضر كده غريب. هنا الصلصه اتسبكت، هنوطي النار ونبدا نضيف المكرونه انا مش سلقاها قوي، مش سلقاها سلقه نهائيه. ليه ما بسلقهاش قوي؟ عشان لما هتيجي تحطيها في المكرونه لو سبتيها على ما تشرب الصلصه وتعمل يعني. بصي اهي، بصي بتتقطع قطع مش بتتعمل. هنقلب كده واخده اللون اللي هو بتاع الغامق ده. احلى حاجه الواحد يعمل كل حاجه بهدوء، يعني بالراحه، نقلب بالراحه ونحط الحاجه بالراحه، نظبط الدنيا كده. انا حاطه ملح قليل لان احنا ما بناكلش ملح كتير. كل اللي هيحصل ان انا هسيبها في الصلصه شويه لان انا سلقاها نص سلقه، فنص السلقه دي ما بتبقاش كويسه. بنوطي عليها، بوطي وهسيبها تشرب الصلصه. انا عندي اكله عامله عدس امبارح، لكن الحقيقه انا البقوليات كلها بتتعبني فمش هقدر اكل منها، فهاكل ده. وعندي بتنجان مخلل، واحنا طبعا ما بنشتريش بروتين نهائي عشان الحاله اللي تعبانه عندنا. لسه خدنا شهرين وهناخد شهرين كمان، فلا بناكل فراخ ولا لحمه ولا سمك ولا جنس حاجه. بناكل بيض وبنشرب لبن. على فكره دي فتره راحه للواحد كده، انه يظبط نفسه ويظبط جهازه الهضمي. خلاص كده عملناها، وهنوطي عليها النار اهي شمعة، وهنسيبها شويه.